ولا نفس. ليه ما عم تسكري للاخر؟ ليه ما عم تسكري للاخر؟ سكري سكري. كيف تتعامل مع الاب؟ الاب شو؟ اب مو ابن اب، هذا اب، هو الاب، هو اب. ليش بدي هشم جماجمكم، وبدي هشم جماجمكم، واحد يقول للثاني. هلا شو سوينا؟ بس كلمة طاولة كنزة؟ شو عم يجي؟ يا اولادي، يا احبابي، نعم نعم، الاب هو الاب، هو الاب. ايه مو ابن اب، بس ابن اب. اب. اوكي. الاب دائما مكافح وكادح ومجاهد في منزله، وبيتعب وبيشقى. كرمال البيت. ايه يعني انا ما بكفيني نكد امكم، ما بكفيني، وفوقها كمان بدكم تكسروا وتخربوا وتنزعوا. تتحاسبوا بعدين على كل شغله نزعتوها، لانه انا تعبان مش عيالنا جاي. فهمتوا؟ فهمنا. هذا الحديث ما بيصير، ممنوع يتكرر، ممنوع ان يتكرر. حضرتك شو كسرت انت؟ الطاولة، بس ما لي دخل، هي ما كانت مركبة. هي ما كانت مركبه مضبوط. هي الطاوله. قالوا لها للرقاصه ليش ما عم تعرفي ترقصي؟ قالت لهم الارض عوجه، ما عم بعرف، ما إلي. وانت شو عملت؟ شقيت كنستك. برافو عليك. وانت شو عملتي؟ انا بذكرك شو عملتي، اكيد نسيتي لانه عملاتك كثيره. انا بذكرك. بعد ما ركبنا الفازه وحطوا بقلبها الوردات، مين صار يسحب الورد من قلبها؟ أنا. وانت؟ هذيك المرة لما كنت مو بالبيت كسر فازة. كسر فازه. ايه. سلوك سامحني. اوكي، بنيجي للموضوع الاهم والموضوع الكبير والموضوع الخطير. الفساد ما له منيح. ماشي. ما بصير تفسد على اخوك، وما بصير اخوك يفسد عليك، وما بصير انت بالتحديد تفسديني غير على امك. بابا مين وايهم بلشوا؟ انا وسند ما لنا دخل، انت علموه. بتفسديني على ماما بس. عن اخواتك ممنوع. بدنا ننهي هذا الموضوع، بدكم توعدوني انه ما بقى تفسدوا على بعض. حاضر حاضر، امرك. الا باستثناء، خلوني اكفي، الا باستثناء الحالات الضروريه، واللي هي ممكن اخوك يأذي نفسه اذا تصرف تصرف كبير. من حرصك وخوفك عليه بتيجي بتخبر الاب. هو هذا الاب مو سبنا. انا اب مو سبنا، هو اب. برافو عليكم. في حالات لو سمحتي اطلعي، لو سمحتي ضروري. تركيني انا في اجتماع. افتح في هذا المنزل شروط، في شروط، في اشياء لازم تتعلموها. بانه في حدا عم بتقول. ها؟ يمكن في حدا عم دق الباب. ممنوع حدا يتحرك من مكانه. بدك اياها تفسد على امها؟ مين عم يدق الباب؟ يمكن اجت تبعية الشمسية. والله؟ ايه. لا تتحكي مثل ما قالت ابوكم. هلا بعد الحكي اذا بيعملوا شيء، شوف الجسم، لا انت ما عرفت تربيت، انت اللي ذاتهم انت. يلا زين. طلع فيني ها؟ لا تخلي والله طلعت علي. كان عم تقلها للبنت بس عمام بتفسدي لي؟ ما شاء الله. نفسي يا معلم ما يفسدوا على بعض. ايه ما يفسدوا على بعض، بس عمام ما عادش يفسدوا لك. عبي اغراض السهره امبارحه؟ يا عيني عليك يا طلع عم يضحك وكانه ما حكيت. شفت شلون بتحكي عني؟ طبعا الشمسيه تحت ايه عم ياخذ قياسها يمكن. هذاك اليوم مش اجى اصلي، يعني ما مش اجى سوا.
عم يتحادثوا وكأنه أبوهم ما حكى معهم شيء. ايش بك معصب؟ نرجع لموضوعنا. بابا الزكي بابا الزكي. الفساد. خلصنا هذا الموضوع. الفساد ممنوع يتكرر. ايه ممنوع شو؟ يتكرر. شو هو؟ الكذب. الكذب والفساد. لحاله حكى الكذب، ما حكيت أنا. الكذب والفساد. هناك العقوبة جماعية ولكن المكافأة فردية. المكافأة لحالي بتجيك الكل. يعني بيعمل فيكم شيء منيح رح يتكافأ لوحده. يا حبايبي الله يحفظك حبيبي ياكل. سكوت. واللي بيعمل فيكم اي ذنب الاربعه رح تتعاقبوا. لا والله اذا هو كسر هاي نحن ايش ذنبنا؟ ما دخل العقوبه اربعه رح تتعاقبوا. اي واحد بيخطئ واي حدا بيعمل شيء منيح رح يتكافئ لوحده. لا والله ما لازم تعرفوا انه كل غلط في هذا المنزل في وراء تعب. ما في شغله اجت بدون تعب. كله تعب. في سنين عمل وسهر. لازم تعرفوا انه بابا وماما بمجهودهم الفردي اول شغله في توفيق رب العالمين. ثاني شغله في مجهودهم الفردي مع توفيق رب العالمين لحتى عم يصير هذا الشيء. ولسه الطموح اكبر. ما عملنا شيء لسه بالبدايه. ايه فانتوا كيف بتخافوا؟ طيب انا ما لازم تقدروا انه كل ام وكل اب في له تعب. الام اذا ما عندها تعب برا البيت فعندها تعب داخل البيت. مزبوط؟ مظبوط. كمان هي بتضحي مع اولادها وبتكافح وبتتعب وبتسهر وبتفك وبتحفظ فهمتوا يعني الباقي؟ والاب بده يتحمل كمان بيطلع بيشتغل وبيرجع وبيتعب وبيتحمل. ليش معصب؟ انا مالي معصب. بابا طيب وشو كمان كنت بدي احكي نسيت. رفعت الجلسه. قواعد المنزل. قواعد المنزل. طيبت انا بعدين بحكي فيها. جهزوا حالكم لاجتماع اخر. لا لازم يلا يا ابنائي اطلعوا لبرا. اطلع برا. انا بعترض على شغله. ما في اعتراض. شو؟ نفذ ثم اعترض. يا اخي كانت القعده حلوه. كانت القعده حلوه؟ انت اسف؟ اكثر واحد فيهم. تعال يا حبيبي تعال سنود تعال. اكثر ولد طلع بيفهم اكثر من اللي عمره 12 سنه. طلع بيفهم اكثر منكم واكثر منك. بعدي عني. الوحيد اللي اعتذر وقدم اعتذار وعرف حاله انه مخطئ هو سنود. ابو هذوليك السود. مكافأة لسند. فانتوا رح تنزلوا لانه هو الوحيد ما طلع من المكتب لقال لي يا بابا انا اسف واعتذر مني. انتوا طلع الولد اللي عمره 3 سنين مخه مفتح اكثر منكم وبيفهم كيف يتعامل. للاسف ما رح ينفعكم. رفعت الجلسه. تعال حبيبي تعال كل كاندي. يلا تعال كل كاندي. بدنا ناكل كاندي انا وانت. تعال يا حبيبي. رح افتح لك البرادي مشان ما تخاف. كانوا معه اخواتهم تعال سنة. تعال يا حبيبي. في كاندي جديدة رح اعطيك انا. استنى ويت. رح افتح لك وحدة جديدة. من هاي بابا؟ هاي بس. بدك من هاي البسكوتة؟ طب طلع هون شو في اشياء. شوف هاي كثير طيبة. بدك من هاي؟ يلا تعال عندي. هلا. الولد اللي بفهم هلا. ايه خليه يتعلموا كيف يعتذروا قبل ما يطلعوا هن المخطئين والمذنبين.
هاي بسكوتة فيها شوكولا، يو نكهة فيها طعمة ايس كريم. يو تعال تعال خدها، تعال تفضل شوفها، تفضل. رح ناكل انا وانت. خدها هي كلها. لا هي ربحتها معي. بالعكس من بابا هي كده. هي ايوه عض. ايوه طيبة. طعميني لاشوف معك. تعال 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 طعميني. طيب قول لهم طيبة. شماها كلها هي شوكولاتة ايدي. عود عندي هون بالمكتب كده وروح يلا. تعال عود هونيك يلا حبيبي. يلا. الولد اعتذر وحس على نفسه انه هو مخطئ. اعترف بانه هو مخطئ، فلازم يتكافئ. وين كبيتها هاي؟ ليش كبيتها هون؟ هاي بتكبها بسلة الزبالة يا بابا. هاي بتكبها هون يا حبيبي. هاي بتكبها هون. وين ها؟ ايوه هونيك مو هون. هون بتحط كاسة عصير، نسكافيه، شو عامل هون؟ يختي يي. لا صار بده تدخل. منهوش تفتح. ايه يلا ايه بقول لماما ايش قلت لميرا انه نتفسد على ماما. نقول لها رجعتوا تفزدوا انا ما فسدت. يعني انا ما بس انا ما قلت شيء. لك استنى تعي شوي. صيحوا لها لماما، صيحوا لها، قولوا لها سنود عند بابا بده ياكلك. تعال استنى فتحني. جعلي انا بفتح مبين من شكل ايديه. ننوش وينك حبيبتي؟ بس تعي شوي، سنود بده ياكي. تعي يا عمري. سنود هيك اكل له شغله صغيره. تعي حبيبتي. يا ما اعطيته لون الشوكولاته اخذها بالحليب. حبيبتي بس خدي له وغسلي له وظبطي له اموره. ماما قطعنا طعمته بسكوته. يا شو البسكوت اللي طعمتها؟ حليب. ووسخ هونيك كمان جوا الكنب. هذا كرسي السينما. كنت عم كافئه للولد لانه اعتذر مني. نحن ما كفانا لانه عرف خطأه واعتذر فكافأته. عرفتي؟ بابا انا ما فسدت. ما فسدتوا. هلا جيتوا لسه ما فتحت الباب كنتوا عم تفسدوا. انا ما قلت شيء. خذوا رئيسة العصابة وروحوا. انا اللي فسدت بابا. انا اسف. خذوا مكافأة. انت اسف؟ ايه. اسفة بابا. اسفة. ايوه انت بنوتة. ايه. اسفة. عيدي هون. انا بقرر. وقفوا. واحد ميرو رح تقعد على الكرسي الازرق. انت اقعد على الاصفر. انت اقعد على الاخضر. اقعد على الاخضر. على الاصفر على ايوه اقعدوا هون وممنوع ان تتحركوا لشوف انا مزاجي شلون معكم. رجعوا فسد بالسماء. هذا افتح الباب فسد. اسكتوا اولاد. هيك التربيه بتكون. ابي ولد لا يراضيني عم رجع على نفس الغلطه الصبح. يا حكيتي معه، عملتي له، سويتي له. خذ حبيبي ليكن قدامك كلياتهم. احكي معهم، ربيهم، علمهم. مين فتح هذا؟ مين عم يفتحهم هيك؟ هات شلح. ايه ريحوا مشان هي الفلق. مشان الفلق شو عملوا فلق؟ مشان الفلق عم يرفعوا شوي. لا حبيبي ما بقول. لا انا ليش كنت عم بقول على ماما انه لا البزر. ماما بتفضل تاكل بزر وبتطعمي الكنب. موضوع ماما أيوة. بتاكل بزر وبتطعمي الكنب معها. هذا الكراسي هي بتبلع حبيبي. الكراسي هي بتسحبه من تمها. ايه حرام بالمسألة تكون سامة كل نهار. انا في عندي اجتماع مع الاولاد. هلا ما عندي قوانين عجبكم. البيت. في قوانين في شغل. لا اطفش من البيت ما تعرفوا مكاني. انتوا بلدتوا. رح اترك لكم. قبل ما تفلت زمام الامور من ايدي ايوه فلازم احلها قطع بتها هي. ماشي. هلا ما عاد عجبكم لا تربيتي ولا شيء. انا بدك تقولي له للولد. انا بدي اترك البيت وامشي ما تعرف مكاني. الولد كسر طاولة. اسمعوا وعوا. ولد شيء بجمته. ولد كسر الطاولة. كل واحد مستلم شغله. اخر شيء شو بتقول له؟ ماما حبيبي انتبه على تصرفاتك. يعني روح من هون.
انا شو دخلني؟ انا شو دخلني؟ بس ممكن اعرف انا شو دخلني؟ ها؟ الصبي امبارح كسرها بالغلط. اي هم قولوا له سبب يعني موضوع هي يعني. طيب ايش اعمل له يعني؟ ايش اعمل له؟ انا ايش دخلني؟ طلع الورد من عيوني الله وكيلكم. ريحته حلوه يعني. انا بحب الورد. يعني تعالوا نحطه بالمزارية نظبطه. خلاص يستفيد منه للولاد. انا ايش دخلني؟ ها؟ شو بس انا امون هو كمان ابوي خليه يربيهم. وين المشكلة؟ ما دخلني. عمل نفسك ميت. الله وكيلكم تجننوني. الشغلة حتى براسي انا شو دخلني؟ يه والله عم بحكي وعم بوعي وعم بعمل واساوي كل شيء. خلص يتصرفوا باسلوب. شوف هلا بعد حكيه بده يعملوا شيء بس لا خلص مو انت عم تحكي انت ما عم تأثري فيهم. هلا هو بس يحكي انه يا لطيف بدي يحل القضية يعني. بسم الله ليش تخيلي في حدا من الاولاد بدون تحت؟ اوكي تعالوا ناخذ نحطها بهي المزهرية. شو رايكم؟ هدول حبيتهم لانه انا ببيتي القديم ما كان عندي غير مزهرية وحدة فمنيح اللي كترنا منهم. شوفوا هدول هيك احطهم حاليا مع الثانية هاي وبرجع بشيلهم. هاي بدي احط فيها الوردات فيها من الورد ما بأثر. حطها هي هي ولا شيء من الباقي؟ لازم نشيلهم يعني ولا لا؟ خلينا نحط مي الأول. حبيبات تحت. الله بحكي وردات الله. شو عني اليوم؟ خليني انزل اشوف. في عمري الشعر ما في شعر ما يعني ما بيتساقط بشيء بس الفكرة بالمي بالشامبو بطريقة الحمام كله بيلعب دور. شعري انا مرقت فترة تساقط اللي هي ما بعد الولادة. طبيعي هذا الشيء يكون في عالم فترة الحمل بس يعني في عالم نسبة كبيرة في عالم خفيف في عالم انه شو بالطبيعي انه يتساقط شعره. هلا انا انه ما يتساقط شعري ابدا بيتساقط بس بيتساقط بشكل طبيعي يعني مثل اي بنت مثلا شعرها مسا وقت التمشيط ما بعد الحمام كم شعرها شعرتين ثلاثة بالكثير. هذا طبيعي انه يصير مو انه ما بصير ابدا. هذا انا بالنسبة لي طبيعي نعمل مي كأنه سخنة. فانا بصراحه كمان من لما ركبنا الفلاتر عندنا بالبيت يعني المي صارت صحيه اكثر. كيف مي الشرب المي اللي بنتحمل فيها مثل مي الشرب على فكره. يعني انا المي بشرب منها بطبخ منها بتحمم كل شيء. حاطين طبعا فلترين برا فلتر هون تحت المجلى في فلتر فوق كمان بالمطبخ التحضيري. الفلاتر كثير حسيتها يعني حسيت من شعري عرفتوا انه المي نظيفه. المي انه ما فيها تكلس ما فيها هدول الاشياء عرفتوا. فالمي كمان بتلعب دور كثير كبير بتصفي الشعر والشامبويات والبلسم اللي بتستخدميه وكل شيء يعني. هلا انا بقيت فتره غيرت الشامبو تبعي شعري هيك ما بعرف يعني صرت ما لقيت اللي بدي اياه اخذت نوع ثاني كنت استخدمه من قبل بس خلص الشعر بس تعود على شيء معين ما فيكم تغيروه هيك فجأة. فشعري الحمد لله فقدرت استخدم انه كيف تتحمل شعرك هيك على طول مثلا نازل. هي تعويض القصة عن جد تعويض. في عالم ما بتتحمل شعرها ينزل ولا ثاني انه هيك يضل مرفوض كذا بتحمل على طول مرفوض. انا كمان كثير ارفع شعراتي ما بعرف اذا حكيت يعني كثير كنت ارفع شعري وهيك ايدي احصان وكذا ارفعه يعني منيح بس بعدين صار راسي وجعني يعني ما اتحمل اني يضب شعري كثير. واذا بتلاحظوا بضب شعري بس وقت كان الايام الطبخ والتعذيب برفعه بس بهالطريقه هيك ما بحسن اعمل يعني ارفعه هيك قليل. اذا بتلاحظوا قليل كثير لحتى ارفع بهالطريقه ما بالي كثير يعني بس ما بتحمل بصير راسي وجعني دغري والله ما بتحمل. شايفين هيك بس فلت شعري راحه نفسيه. ورداتي يا ورداتي يا عيني على الوردات يا عيني الله.
حطهم بالصالون. ما بعرف شيل عنه هذا الاسود ولا لا. انا مشان ما يبين الثلج بكون ملزقينهم، ما بعرف كيف حاطينهم. بسم الله. لا هي يعني انه مو مع الوردات هدول بس اوكي يعني. انا بدي احطهم انا مكانه هون. وطلع على غرفتي. شو رايكم؟ يا عيني على الوردات. رح نجهز مع بعض. هي قدامكم عم بقولها. ريت شو كان عم يحكي مع الاولاد، قام طلع عيطت له في زلمه تحت عم ياخذ قياس الشمسيه تبعت السياره. المهم قام هو طلع من عم نحكي انا وياه، قام صار يضحكوا جوا الاولاد. قلت له بكره مو بكره اذا هلا عملوا شيء كسروا او شقوا أو اي شيء عملوه، هلا انت نزعتهم، انت ما عرفت تضرب، انت كذا. قلت له ايه انت؟ حكى انا لك عم بحكي معهم، بتيجي بتقول لي إيه لا انت عم تنزعي للواد، انت ما بعرف شو. يا عيني يا عيني عليك انا. ها تعالوا نجهز انا وانتم مع بعض. تعرفوا اليوم هو لازم اني ارتب اغراض تبعوت الميك اب وهيك احطهم مكانهم، بس لازم ارتب الثياب الاول. تعرفوا هلا انتم شايفينهم مرتبين ومعلقين وعلى الله عليهم، بس لا المروجه اين الدنيا فيها. ليش؟ لانه انا انبسطوا وقلت له انا برتبهم من جديد، لانه يعني خلص كل غراض لازم انا احطها بايدي حتى اعرف اغراضي وين. عرفتوا؟ ف نرجع نرتب من جديد الثياب كلياتهم، تمام؟ لانه هي اللي جنبي في اشياء بدي استخدمها من الميك اب، يعني ماك هدول كلهم فيهم ثياب. عرفتوا؟ فهيك ايش بدنا نطبخ شي اليوم؟ طبخة سريعة هيك ما بتاخد معنا وقت. ايش بدنا نعمل؟ اقترحوا علي اشياء. والله البرغل بدوله كان طيب. شو بدكم بالحكي؟ هذا هون الحاجب تبعي، هذا هون بوطه انضرب وما عاد يطلع هون شعرات. بس انا شو اعمل؟ هيك بطوله شوي عشان يصير نفس الحاجب الثاني. هلا بس تجي ماما بخليها تغير لي رسمة الحواجب على ايدها. انا بتصدق انه بس امي بتعمل لي حواجبي وانا بس برتبهم، يعني هلا بعد ما راحت مثلا ما حدا بخليه يلمس حواجبي، لانه خلص بحب على الرسمة اللي امي بتعمل اياها، بس ما بحب انه اغيرها. هلا تذكروا لما درجوا رسمة الحاجب اللي بيجي هيك يعني بهالشكل، بس هيك شفتوا بيجي هيك اطش. بس كانوا حواجبي اوطش شوي، انا حواجبي من نوع العاليين اللي بين ما بطيب بتطلع روحي، فعملته. هلا امي بتحب علي الحواجب ارفع من هيك، يعني ما بتحب اني تعرضهم كثير، بتحب شوي انه ترفعهم اكثر. انا بحس الاثنين بيلبقوا لي يعني عادي. انا عم رطب الشفايف كل شوي، بحس بشرتي كلها صايرة جافة، ما بعرف ليش، يعني الشفايف البشرة. شفتوا؟ هنا اغراضي هني. بس انا هون بيدي حاطه لي مناشف. المناشف مو مكانهم هون ابدا. بدي افرمك يا بيتي، قلت لك المناشف بشي خزانه مو عندي هون بالخزانه المفتوحه. تعالوا لحتى تجهز شوي وين سكرتي هي؟ حط ايلاينر ولا لا؟ بطيخه يا بطيخه. شوفين بحب ارفع شعراتي هيك بس، او هيك طول شعراتي بدون اي سشوار. شايفين؟ بعد الحمام بس اتركهم هيك فلت نازلين بيتي. وين حطيتي السنسال حبيبي اللي قلتلك شيليه؟ السنسال المقطوع وين حطيتيه؟ جيبيه حبيبي. بدي اطلع ارتب اغراضي وطلع هيك. اذا ملاحظين
صار لي فترة انه انا ماني لابسة محبس بايدي اليسار. ليش؟ لانه وقت كنا عاملين انه هون اوكي هات يا حبيبي، عم خايفين تحت الارض بيدي. هات فقت من النوم لقيته مقطوش، يعني حتى انه قمت انام لقيته بالارض، ما حسيت عليه، عرفتوا؟ فاللي صار انه ايدي هون ما بعرف شو صار لها، تحسست ما بعرف من شو فجأة والله. فقمت شرحت المحبس وضبيته. شفتوا انا كثير يعني ما متعودة انه يضل مثلا ايدي اليسار ما فيها محبس، بس لو حتى لما حطيت ما بعرف ليش عم توجعني. المهم وهي ما حطينا من اليوم كمان، ريحتها كثير حلوة. شوفوا هي لما رحنا على الشارع اخذت منها كمان. شوي هون شوي هون، كثير ريحتها حلوة مو معقول. شوفوا هي الشارع. بدي رايكم بالميك اب، ايش رايكم بسحبة العين؟ صار منيح ما عملت ايلاينر ما صار منيح. ايه حطوا شوية بلاش، حطوا شوي بني من فوق بس. بتعرفوا امبارحة دخلت كنت حابة اعمل شعراتي ويفي وهيك، بعدين ما بعرف شو صار لي فجأة. كنت عادي سلفي كانت طالعة من ايدي. بدي احضر الفيلم تبعك لانه كان مسلسل وليحي. المهم يمكن من وجع راسي ما كان لي خلاق، يعني كنت حابة بس ما بعرف شو صار لي. اوكي عادي عوضناها اليوم. شو بدك محتاج نام؟ التليفون عم يمشي ولا انا هيك عم بحس؟ بسم الله عم يصحط يعني. اوكي هاد كتير حلو، انا نسيانهم كانت لانه محطوطين بالبوكس، بس يعني انه حلوين فينا نعمل بهالطريقة هيك اشياء خفيف. هون شوي عند الانوف شوي، حتى لا يعني الهايلايتر تبعهم مهضوم وانا مزعج. اوكي خلصنا. انا عندي بس احط شوية حمرا، احط هاي كتير بحب لونه، حاطة ترطيب. ما كتبتوا شنو اطبخ اليوم؟ شو رايكم؟ ميك اب حلو خفيف نظيف. فلت الشعرات شوي. شوفوا انا شعري لانه ناعم بياخد اي طاجة مجرد اني رفعته. شوفوا نهايته هون انا مو مقربلة، شايفين هون كيف تكس هيك الطاجة تبعت الشعر اللي ربطته. هلا بنعمل هيك بتركه هيك قدامي بيخليه مرفوع هيك. شو رأيكم؟ حتى حطيت بآخر العين شوية كحل بيج وهيك سحبت العين. شو رأيكم باللوك؟ حبيت. حتى كبير يا جنتلمان انت. يلا ايه حضراني ستوريات امبارح. ايش صاير امبارح؟ ليش؟ طلعت غنية بالغلط، جنتلمان طلعت بالغلط. انا كنت عم صور ستوري قلبت لوحدها لحاله دخل. ما تسمعها؟ هنيتك. ما هي الفكرة انه بتعرفي الواحد يعني ما صاير شيء. لا ما صار شيء. شو طعميهم انا للاولاد اعطيهم مثل ما اعطيت لسند. تعوا بابا، تعوا حبيبي، تعوا. دائما الاب يا ابني ما تفكروا انه امكم ضغطت علي، لا تفكروا انه ماما. لا انت خلصت اكلت كاندي صح؟ اكل كاندي. ما تفكروا انه انا لانه ماما مثلا ضغطت علي ولا شيء. ابدا هذا الموضوع الحديث مرفوض نهائيا. هون في 3 حبات، اكل حبه سنود وراح اعطيكم كل واحد حبه. بابا فتح المكان.
تفضلوا. تفضل. ايه كبيرة هي. انت لا اكل منيح كان دي حاجة. لا حاجته فيها سكر طيبة. ايه فيها حليب. اوكي ان شاء الله ريته على الصحة. وانتوا روحوا البسوا مشان اخذكم نجيب روكسي. ناخذ سند معنا. أنا بدي أروح معك. خليكي كلكم بدكم تروحوا معي؟ بخاف اولاد ما في حدا معي يمسكهم او شيء. احنا عاقلين. يا حبيبتي عم سوق وهي ما خلي بعرف. سند بس صفر. اللعب. تروح العاب؟ رح ناخذكم على الالعاب تكرموا. باذن تكرم عينكم. بابا السنة الجاي باذن الله. بابا. السنة الجاي. يا حبيبي بس حبيبتي ما بس اجري الولد بس فخدي فخدي الاجر تحت حياتي بس اجرك الولد على طول وين على وصل طول على الفخذ. اوكي يلا مشوا كلكم روحوا معي نروح نجيب. الله يريحك. ايوه بدك تشيلي بلاكة تحطوا علي انا اشيله؟ اتحمل حبيبي كم ساعة برا البيت بدوري. ولي لكن شلون تتركني انا حبيبي انا وياه وانت بتطلع؟ تركتك قبل ما يناموا بساعة. لا ما عم بحكي عن بارحة. شو؟ بشكل عام يعني. وين عم تكبوا الوسخة؟ ايوه برافو عليكم. هي فيها شوكولا هيك؟ خلي ياكلوها صحتين. والصبح عطلهم شوكولا. خلص هلا هي من ابوهم. يلا لانه وعدوني انه ما بيفسدوا وعدوني. السعرات الحرارية بتتطاير. ها؟ السعرات الحرارية بتتطاير. انا جايبها لإلهم، انا حاططها هون بالثلاجه، انا ما باكل ما جايني شيء. يعني كل المحطوطه هون انا ما بيجيني، انا جايبها للاولاد عرفتوا ما باكل شيء. ايه بعطي للاولاد، انا جايبها لإلهم. لمين جايبها؟ لإلي؟ بابا. يا حبايبي انتو يا حبايبي تعال لبسكم يا ماما يا تعال. حبايبي يا حبايبي. الاب دائما يا ابني قلبه كبير. لون سيتا. تاكدوا تماما انه يعني انا اعطيتكم من طوع نفسي، ما حدا ضغط علي ابدا. يلا روحوا البسوا مشان اخذكم. يلا بابا مبين. بابا البطل. بابا الذكي. بابا البطل. بابا. يلا لا تهرهروا لا ماما. ها يلا حبيبي يلا. برافو. هرهر في حدا هرهر. شيله تعلموا الترتيب حتى لو ما يلقلك وقعت بتشيلها. برافو عليكم. يلا خلص. انا لمين جايب الاكلات هدول؟ مو لإلهم ان شاء الله انا عم باكل.